لا تزال هذه الأم تحاول أن تستوعب ما حدث لابنتها بمستشفى محمد السادس بالمضيق. طفلة ذات 8 سنوات دخلت الأربعاء الماضي لقاعة العمليات من أجل استئصال اللوزتين، لكنها أحيلت على قاعة الإنعاش وهي في حالة شلل تام وغيبوبة حادة قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى سني ترمال بتطوان، حيث لا تزال ترقد في قسم الإنعاش. النساء ديالي جبتها باش نحيد اللوزتين، يعني نحلقهم. كان عندها الموعد نهار الاربع ملي جبتها دخلتنا الطبيبه انا عندها مع ديك 12 لارو ب 11 ونص هيداك. شويه خرجت عندي كترعد شبره لي ديال البرج في يدي كترعد. قالت لي بنتك ما بغاتش تفيق لي، واش فيها شي حاجه؟ قلت لها فيها حتى شي حاجه، التحاليل ديالكم ما عطيتها لكم كامله، ما كاينه حتى شي حاجه. كنطالبوا بفتح تحقيق لان وليداتنا وليدات الناس حتى هما كاملين يمكن لهم يتعرضوا للحاله اللي تعرضت لها هذه البنيه هذه اللي جات لواحد العمليه بسيطه. بالي العمليه ديال الحلق كلشي كيعرفها، نص ساعه المكانه حتى لساعه المكانه ماشي غطيح البنت في غيبوبه وغادي تصبح يعني فاقده المجموعه ديال الحواس، فهمتي، ما كتسمع ما كتشوف، يعني شيء يدمي القلوب. التقرير الطبي الذي حصلت عليه أسرة الطفل يتحدث عن توقف مفاجئ للقلب أثناء إجراء العملية ليتدخل الطاقم الطبي لإنعاش الضحية، لكن المضاعفات كانت خطيرة، غيبوبة ثم فقدان للسمع والبصر، وهو ما اعتبرته أسرة الطفل خطأ طبيا استدعى وضع شكاية لدى العدالة. وهنا تطرح مرة أخرى إشكالية الأخطاء الطبية في القانون الجنائي المغربي، والذي تغيب فيه فصول مخصصة للممارسات الطبية الخاطئة. عملنا شكايه حنايا لوكيل الملك، دينا نسمى النائب وكيل الملك، دينا تقرير وديك الشيء كتبنا عند مدير المندوب ديال الصحه. ملي مشينا قال لك هذه ماشي جريمه،